القبائل الناجيه وتحكي على علي بن غذاهم شنو نقول؟ قرانا باللحن. لا والله اسفه، امكانياتي الصوتيه محدوده وما نحبش نتعلق على حاجه مش من اختصاصي. انا نعرف في النصوص شكون الغنية من كل تعاطى ومن كل فياجاته، هبوا الهمامه نسوه ورجاله، بنغذاهم تكلم جاوبات تالا، بنغذاهم ثار حي الاحرار، والصادق جار وخزنه ظلم. الصادق هو محمد صادق بيه وخزنه هو خزنه دار. ركب عمال طالب الاموال 72 ريال، شكون يتكلم من الناس طشان خزنه وحكمته. الاغاني هذه وانا لقيت برشا غنيات بعد لاحقا رجعت للكتب الصفراء القديمه اللي فلتت من الرقابات والا تم عدم التعاطي معها بجديه لانها تعرض للفن الشعبي. اسعفتني الفرصه اني لقيت غنيات كما هكا أرخ للثوره تاع علي بن غذاهم كانوا حافظات الذاكره وحارساتها هما النساء. لقيت مثلا عجوز في القريه نتاعي في الكنايس تحفظ حدها كنايه تحكي على الثوره هذه، ولكن من خلال الابطال المحليين اللي هما لانه قبائل جلاس ومناطق الساحل انخرطت في هالثوره هذه تاع مع علي بن غذاهم، وقادوها زوز شخصيات، واحد في وطن سوسه وواحد في وطن المستير، واحد اسمه دهماني بوجي وواحد اسمه علي الماشي. نخرف لكم راهو باش قدمتكم في المحاضره. الغنية هذه اسمها معادمان، الصبر لله ومعادمان، والدهر عقب والبوجي دخان. وهي سرديه كامله لاني بعد دققتها بالمصادر التاريخيه سواء الوثائق الارشيفيه او الكتب والمؤرخين اللي تخصصوا في التاريخ للحقبه هذه، نلقاها توصف بدقه شديده في شكل من اشكال المناحات الجماعيه. كانوا يتحركوا النساء ويردوها وكانهم ينوهوا على احباط الثوره وعلى علي بن غذاهم الذي تمت خيانته من تحافظ هذا شيخ الزاويه التيجانيه اللي التجأ له على الحدود القدسيه الجزائريه وسلمه للبي تحت عنوان نبيل اسمه هو التوسط في الصلح، ولكنه قالوا راهو موجود في البلاصه هذيك فقبض عليه واجهدت الثوره وعومل بكل انواع الاهانه، وهو شخصيه عظيمه علي بن غذاهم. ومن الكراك اللي بعد وجدت عليه اغاني شعبيه. نعم.